الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من داوم على هذا الذكر سيرى في حياته العجب العجاب بإذن رب الأرباب ومسبب الأسباب. هذا الذكر أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدتنا فاطمة، سيدة نساء العالمين، فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها: يا فاطمة، إذا أصبحت وإذا أمسيت فقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا اشتدت عليه دنياه، إذا ضاقت عليه دنياه عليه الصلاة والسلام، كان يردد: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اسمع لابن القيم ماذا يقول. قال ابن القيم: إن اسم الحي القيوم له تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وتفريج القربات. يلا، كل واحد مهموم، كل واحد عنده هم، كل واحد عنده حزن، كل واحد مريض، كل واحد مديون، كل واحد مخنوق، كل واحد يريد المال، كل واحد يريد أن يستجيب الله دعاءه. ردد يلا، وانت في المواصلات، وانت قاعد، وانت نايم، وانت عند الطبيب منتظر دورك، قول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ولكن ابن تيمية قال كلاما يكتب بماء الذهب، يكتب بماء العيون الخاشعة. ماذا قال على هذا السر العظيم؟ قال: إذا ناجى العبد ربه وقت السحر، والناس وانت تقوم تناجي الحي القيوم، وانت تقوم تناجي ربك وهو ينادي: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. الله جل وعلا يتنزل وهو ملك الملوك تنزلا يليق بكماله وجلاله، ويقول: أنا الملك، قم وقل يا رب. شوف ابن تيمية بيقول ايه: إذا قام العبد وقت السحر، قم قبل الفجر بربع ساعة، ونادى ربه واستغاث. انت بتستغاث بمين؟ بالحي الذي لا يموت. لا تستغيث بولي ولا بنبي، ولكن استغيث بالمولى العلي.